قراءتنا حذر، حياتنا كلفته، صلاتنا كلفته، والزواج كلفته، والموت كلفته، والجنائز كلفته، حياتنا كلها كلفته. متى نفتهم؟ حتى الصلاة عاد دخل عاد احنا أذنا وتحصل قاودي لف على المسجد مثل أبو حنش زارد. الناس كلهم صلوا، قيل النخس اطرح لحظين أنا أفدي قلبك، عادك دخلت اطرح لحظين وصلي ركعتين أنا أفدي قلبك، خلاص طاهم. ومن ذا يصلي بنا قالوا فينا قال الله يطول أمان. ليش قال لجن وقفا في اسنان القومة؟ نابوش عاد احنا ما قرأنا الا عبس وتولى ولا قرأنا سورة الضحى. لو عاد دخلنا البقرة وآل عمران كيف نفعل؟ مع نسلم ولا مع بأحد؟ كنت مرة في مسجد من المساجد وجينا نصلي صلاة التراويح وكان معنا واحد الشيبي رحمه الله، فجاء رمضان قلنا له يا عم أحمد صلاة تراويح رمضان ما أقول له من السنة للسنة. قال شوف ايش الصدق، التراويح من العشر وشلة، من العشر ودها. قلنا خير الله كنا نصلي ويتروح. جينا يوم 10 هي يا عم أحمد صلى على النبي الليل تراويح رمضان أيزع. قلنا التراويح والليالي المباركة إلا من 20 ودهف. قلنا من 20 صبرنا لا 20. قلنا يا عم أحمد الليل قال إحنا ب20. قال تشتى الصدق هو ما بش برمضان إلا 3 27 و28 29 أمان. قلنا نصبر. جينا يوم 27 هي يا عم أحمد الليل صلاة. قال أعيدك مع باقي جزع رمضان قرع أبو جو ولا صلى ولا استمتع معنا خالص. من الأعمال الخاسرة أيضا قتل النفس وسفك الدم. الحمد لله نحمد الله كثير يا إخواننا، أحمد الله الليل والنهار، والله العظيم أنا من كل قلبي وأنا أولكم أحمد الله أننا ما سفكنا دم أحد ولا هتكنا عرض أحد ولا سرقنا مال أحد بفضل رب العالمين. قال أنا أن من الأعمال الخاسرين قتل النفس وسفك الدم. قال فطوعت له نفسها ايش قال؟ قتل أخيه فقتله فكان أصبح من خاسر. واحد يتفوته زميله ولا ابن عمه ولا قريبه ولا أهله إلا خرط البندق وشطر يقول الدقه والله أظن جنبك خريق من الحبس علي أنت لبرد يعمل له واحده وبعد لما يجي تحقق معه ليش قتلت؟ قال لحظة خليني أفهمك. قتل كيف عاد تفهمني؟ مسك خابرني يقول لي كيف عاد تفهمني؟ الرجل قامت وجزع لا عاد عايش لك كيف طحنه خلاص قل قتلنا وخلاص. لا عاد عايش لك ويبرر كيف قتل. مشكلة المشاكل والله العظيم